السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الكريم عليه افضل الصلاة والسلام، ونشوف عملنا الكوكيز التحفة دي ازاي. حاجة كده جميلة ولا اروع. الناس اللي بتحب الشوكولاتة تيجي تتجمع عندي هنا وتشوف عملناها ازاي. بصي، طبعا انا خلصتها وحطيتها في الثلاجة شوية علشان الشوكولاتة اللي جوه تمسك شوية. حاجة كده تحفة تحفة. تعالي نقطع حتة كده اوريكم من جوه عاملة ازاي. الفيديو اللي قبل ده انا منزله شوكولاته. الشوكولاته دي تنفع طبعا ندخلها في سندوتشات، نحشي بيها اي حاجه، وانا كنت عاملاها بصراحه مخصوص عشان خاطر الوصفه دي. بصي، حاجه كده تحفه تحفه. بصي كمان، بصي الشوكولاته نازله سايحه ازاي منها. حاجه كده ولا اروع. بصي الشوكولاته حاجه مش قادره اصبر بصراحه. مم. مم. تحفة. طب يلا بينا نشوف عملناها ازاي. يلا بينا. معايا هنا نص كوباية من الزبدة وعليها نص كوباية من سكر البودرة ورشة ملح، وهبتدي أضرب السكر والزبدة مع بعض لحد تقريبا بس ما يتجانسوا كده ويخشوا بعضيهم. وبعدين هحط بيضة واحط معلقتين من العسل الاسود، ده اختياري بس عشان يخلي اللون بتاعها حلو، لان هي كان المفروض تحط لها سكر بني. عشان ما فيش سكر بني فحطينا بقى معلقتين العسل ده. وهنا معايا نص باكو بس من البيكنج باودر، ما تكتريش اكتر من كده، يعني ما تحطيش باكو كامل ابدا. وبعدين هشيل المعلقه خالص وهبتدي اقلب بصوابعي كده. انا بدخل العجينه جوه بعض بس مش بعجن يا جماعه، ده نوع من انواع البسكوتات ما ينفعش نعجن فيه كتير. وحطي شوكولاته شيبسي، حطي شوكولاته مكعبات حتت صغيره، يعني ما تحطيش خالص برضو مش هتفرق، بس هي بصراحه بتخليها غنيه وطعمها حلو قوي قوي. هتبتدي بقى تقلبي تدهني الصينية بنقطة كده من الزيت، انا حاطة ورق زبدة بس عشان العجينة تفرد معايا بسهولة يعني. وبعمل سور صغنن قوي كده عشان لما احط الشوكولاتة بتاعتي ما تطلعش من على الحواف فتتحروق يعني. هحط كمية الشوكولاتة اللي انا عايزاها زي ما يعجبك الحبة اللي تحطيهم، وما توصلهمش للاخر. وبعدين هنبتدي نفرد نص العجينة التاني على ورقة زبدة. برضو امسحيها بشوية من الزيت كده. دي كانت اخر حتة ورقة عندي عشان كده انا وفقتها وبططت عليها النص التاني، المهم ان احنا نتصرف. وفردتها كده وبعدين هسكنها في قلب بعضيها، وطبعا الفرن هنا كان شغال وبدخل الصينية دي في النص في النص الفرن، يعني مش بحطها لا تحت ولا فوق. وربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا يا رب، وتكون الوصفة عجبتكم. اشوفكم على خير، باي باي.